وبيبدأ مسلسلنا في مدرسة نضيفة أوي كده للبنات، وبيبقى كل الطلبة واقفين في فصل وبيتفرجوا على بنت منهارة من العياط، وبتكون ماسكة في إيدها سلاح وقاعدة تهددهم. ومع إنهم مرعوبين منها لكنهم مش بيحاولوا يهدوها، بيقعدوا يقولوا احنا مالنا، عايزة تأذينا ليه؟ فبتقولها البنت تبعد عنها لأنها كانت السبب في كل ده. بس البنت مش بتبعد، وفي ثانية غصب عنها بتجرحها في رقبتها، وساعتها البنت بتنهار جدا. وبعد 3 شهور من الحادثة بنشوف بنت جديدة اسمها سونج داخلة المدرسة، وبتلاقي كل الطلبة بيجروا حواليها عشان يلحقوا قبل الميعاد، لكنها مش بتهتم قوي. فبتوقفها المدرسة مع المتأخرين، لكنها على طول بتقول لها إنها طالبة من أولى جديد فلسه ما تعرفش قوانين المدرسة. في الأول المدرسة مش بترضى تخليها تدخل، بس بعدين لأنها من أولى جديد فبتخليها تعدي. فبقي طلبة بيتضايقوا قوي وبيحسدوها عشان هي عدت وهم لأ. ولما بتدخل سونج المدرسة بتشوف في التلفزيون خبر عن مجموعة شركات كبيرة قوي مساهمين في المدرسة دي، فمش بتهتم بالكلام الكتير ده وبتطلع عشان تدور على أوضة المدرسين. ووقتها بتخبط في بنت وكمان داست بالغلط على رجلها، وهنا البنت التانية بتعتذر لها بسرعة وبتقول لها على مكتب المدرسين. فبتروح سونج على أوضة المدرسين وهي مستغربة قوي، هي عرفت منين إن هي عايزة المكتب ده؟ فمش بتهتم قوي وبتروح أوضة المدرسين عشان تقابل المدرس المسؤول عن الفصل بتاعها، واللي بيكون خامس فصل في سنة تانية. فالمدرس بيديها اسمها وبيبدأ المدرس يتعرف عليها وبيسألها عن المدينة بتاعتها. وفضلت تحمسه يجي يزور المدينة بتاعتها، فبيقول لها إن هي ذكية جدا فبتحب ده. وهنا بيلفت نظرها باقي المدرسين وهما بيتكلموا عليها إنها الطالبة الجديدة للصف الخامس، فاستغربت ماله يعني الصف الخامس ده. وهنا المدرس بيوصلها على المبنى الجديد اللي هي هتقعد فيه، وبيعرفها إنهم لسه بانيينه جديد وحطوا الصف الخامس بس فيه. ووقتها فرحت عشان حست بالتميز وما تعرفش هي داخلة على ايه، وهو قال لها ساعتها ان هي محظوظة جدا لانه فصل جديد، وكان المدرس خايف عليها ان هي ما تعرفش تتأقلم معاهم. راحت قالت له ما يهمكش، انا متعودة اتنقل من مكان لمكان يعني بحكم شغل والدها، لان والدها عسكري وشغله بيتغير كل فترة. فاطمن عليها وقتها ودخلها مع الفصل. وبعد ما دخلوا الفصل خلاها المدرس تعرف عن نفسها لزمايلها، وقتها عرفت عن نفسها زي ما بتعمل كل مرة في بقية المدارس التانية. بس استغربت قوي ردة فعلهم ان هما ما تفعلوش معاها وفضلوا ساكتين. فبرضه استغربت هما مالهم البنات دول يعني، بس لقت المدرس ما اتكلمش وتعامل عادي مع الموضوع، فتجاهلت الموضوع ودخلت وراحت قعدت في المكان الفاضي اللي شاور لها عليه. وهي قاعدة فضلت تحاول تطمن نفسها ان هي تتعود وعادي يعني، وقالت لنفسها انها لازم تبعد عن المتنمرين والمنبوذين. فبصت على اللي قاعدة جنبها لقيت شكلها غريب، ففهمت على طول ان هي منبوذة، فقالت تطنشها وخلاص. فالمدرس وقتها قال لها تصحي اللي جنبها، وساعتها اضطرت ان هي تصحيها. ولما شافت وشها اتخضت قوي وقالت ان اكيد في حاجة غريبة، لكن كالعادة المدرس قعد يهزق في البنت دي وخرج بره. فصعبت عليها قوي، وقتها اعتذرت لها ان هي صحتها وضايقتها يعني. فوقتها ردت عليها بقلة ذوق وقالت لها البنت دي وقتها اسفة ايه، هو انتي هتصاحبيني؟ فما فهمتش هو في ايه، بس تجاهلت الموضوع يعني عادي وقالت تمشيها. بس وقتها جم 3 بنات وجم يتكلموا معاها فانشغلت بيهم، ولقيتهم قاعدين يمدحوا في جمال بنت زميلتهم في الفصل اسمها هارن. فوقتها ردت بنت تانية وقالت ان ما تجيش حاجة جنب جمال رايم. فبصت على رايم دي تشوفها يعني لقيتها فعلا حلوة، فقالوا لها ان هي متدربة اصلا ومشهورة جدا، ففهمت انها نجمة الفصل اكيد يعني. ووقتها جت رئيسة الفصل وقالت انهم ما يتأخروش في البريك وكده. وقتها البنات قالوا لها ان دي رئيسة الفصل وتعتبر اشطر واحدة فيهم وان اسمها سو. فبقت فرحانة ان هي بدأت تعمل اصحاب وكده، بدأت تتعرف عليهم وهي هتتأقلم على الجو بقى. وبعد كده راحت لحصة الموسيقى اللي كانت في المسرح. وقتها طلبت المدرسة انهم يغنوا، فقالوا لها ان صوتهم وحش وانهم يطلبوا من زميلتهم رايم تغني بقى وخلاص. فوافقت على طول وطلبت منها ان هي تطلع تغني. وفي الوقت ده جت جون ودخلت المسرح، فزعقت لها المدرسة انها اتأخرت كالعادة يعني، لكن بتقطعها رايم بالموسيقى وبدأت تغني، والكل كان فرحان وبيسقف وبيصورها. وبعد حصة الموسيقى راحت تلم حاجتها وودعتهم ومشيت، والكل كان مبسوط وبيعمل لها باي وبيضحك. بس أول ما مشيت الضحكة اختفت من على وشهم. وهنا هنعرف إن في حاجة غريبة،
مستنياها. المهم يعني بتروح بعد المدرسة لماركت عشان تشتري منه حاجات خفيفة كده تاكلها، وهناك نسيت بطاقة اسمها، فتاني يوم قالت تحط واحدة تانية وخلاص، وراحت المدرسة فرحانة ومفكرة بقى ان هي تعمل صحاب وجو حلو بقى وكده. وساعتها افتكرت ان هي شافت برنامج معين كده على تليفون واحدة من البنات، فرحت لها وبينت لها قد ايه ان هي مهتمية بالبرنامج ده يعني عشان تصاحبها، وفعلا خطتها نجحت والبنت صاحبتها وقعدوا يتكلموا مع بعض شوية. وهنا قطعتهم المدرسة وقالت لهم ان الحصة ابتدت، وساعتها لقت جهون داخلة تقعد جنبها وريحتها كلها كانت سجاير، فقالت في سرها كمان بتشربي سجاير، فبقت مصممة اكتر ان هي تبعد عن البنت دي. وبعدها في وقت البريك راحت الحمام وشافت هناك هارن وكانت لطيفة جدا معاها كالعادة يعني. وبعدها قالت ان هي تروح تاكل، فلما راحت لقيت الكافيتيريا مفيش فيها اي حد غير فصلهم هما بس، فاستغربت قوي بس رجعت تاني مهتمتش. وبعدين سمعتهم وهما بيتكلموا ان بكرة اخر خميس وعندهم موارد بشرية، فاستغربت يعني ايه موارد بشرية، وسألتهم لكن محدش رد عليها. وهي خارجة معاهم للحصة لقيت هارن واقفة مع جون بتسألها انتي كويسة، فقالت في سرها قد ايه هارن طيبة، وخرجت برا عشان تلعب معاهم، وكانوا كلهم مبسوطين وفرحانين لحد ما سمعت صوت جون وهي بتقول للي جنبها بس بقى، وكانت بتزعق، فاستغربت في ايه، لكن باقي البنات قالوا لها ان هي ما تستغربش وان دي شخصية جون عادي يعني. وبعدين وهي ماشية لقيت 3 بنات بيتنمروا على جون دي، فاستغربت انهم بيمثلوا قدامها ان هم بيحبوها وبيعاملوها حلو، ودلوقتي بيتنمروا عليها وبيضربوها. فبتدخل عليها بعد ما هم بيمشوا وبتقول لها انها ما تزعلش، وان الموضوع ده لو اتكرر معاها فان هي لازم تبلغ على طول وما تسكتش والمفروض تاخد حقها. وقعدت تطمنها ان السنة الجاية اكيد يعني هنتوزع على الفصول وهننسى. ووقتها بتديها دواء علشان تحطه على الجروح بتاعتها، فوقتها بتشوف في ايدها علامات ان هي حاولت تخلص على نفسها، فاتخضت قوي وزعلت عليها هو ايه اللي بيحصل هنا ده. ولقيت بنت جاية تقول لها تيجي الفصل بسرعة علشان الموارد البشرية هتبدأ، وهي هنا ما اهتمتش كتير، بس اللي اهتمت للموضوع جون، وقالت لها روحي يلا على الفصل النهاردة الخميس. والتانية راحت فعلا لقيتهم كلهم قاعدين ومستنيينها ان هي تيجي، فقعدت بهدوء وسألوها هي جون هتيجي، فقالت لهم لأ. راحوا بادئين من غيرها، وفجأة سون رئيسة الفصل بترسم هرم على السبورة وقالت انتم طبعا مش محتاجين شرح، بس اللي محتاجة شرح البنت الجديدة. فقالت ان هي هترجع تشرح تاني، وراحت قالت لها ان هي هتبعت لها لينك دلوقتي لازم تحمل البرنامج اللي فيه اسمه التسلسل الهرمي، واللعبة دي المفروض ان هي تصوت ل5 أشخاص من زمايلها في الفصل، وما ينفعش تكتب اسمها أو تصوت لنفسها ولا صوت حتى أو تصوت لحد مرتين، لازم إن هي تصوت ل5 أسماء مختلفين، وعلى حسب الأصوات دي المفروض إن هم هيبقوا فئات في الهرم. يعني مثلا فئة A أكتر ناس ليها أصوات، فئة B أقل شوية، فئة C أقل أكتر، فئة D ناس معاهم صوتين بالكتير يعني. انما فئة الناس اللي ما خدتش ولا صوت، ودول من حق باقي الفئات زي A و B يعني انهم يهنوهم براحتهم ويضربوهم ويعملوا فيهم كل اللي نفسهم فيه. أما فئة سي لو عايزة تضربهم أو تيجي ناحيتهم فالمفروض تستأذن من الفئات الأعلى منها. فبقت مصدومة قوي ومستغربة من اللي بيقولوه ومش فاهمة هو ايه الهبل اللي بيحصل ده. فوقتها بصت عليها سو وقالت لها يا بنتي عادي من حقك ما تشاركيش، بس هتبقي زي جون كده بالظبط. ووقتها افتكرت هما بيعاملوا جون ازاي، فقررت تشترك طبعا، وقالت لنفسها ان اكيد الكام بنت اللي اتصاحبت عليهم اكيد هيصوتوا لها يعني. لكن هنا المفاجأة بقى لما النتيجة بتطلع وبتكتشف ان هي الفئة اف وان هي ما خدتش ولا صوت. وتاني يوم وهي في بيتها بتبقى زعلانة قوي وخايفة تروح المدرسة، فبتسأل باباها هو شغلك هيتغير تاني امتى عشان تنقل بقى وتسيب القرف اللي هي فيه ده. فقال لها ان هو ما يعرفش بس مش قبل شهر. ففضلت تطمن نفسها ان هي يعني هتعدي الشهر ده وتستحملهم، وبعدين يعني لو ضايقوها هيعملوا ايه. واول ما راحت لقيت 3 بنات جايين عليها وبتقول لها يلا هنبدأ قومي اقفي. فقالت في سرها لا بقى انا مش فريسة سهلة برضو. فقالت في سرها لا انا مش هستسلم بقى بالسرعة دي، ورفضت ان هي تقوم تقف. فراحت قالت لها ايه يا حبيبتي انا من الفئة ايه، فعادي يعني ان انا امر غيري ان هو يلمسك او يضربك. فلسه كانت هترد عليها وتقول لها ان هي مش خايفة يعني من التهديدات بتاعتها، فأمرت بنت تانية ان هي تضربها وترميها. وساعتها البنت قامت وادتها العلقة وهي كل ده مصدومة ومش فاهمة ايه اللي بيحصل ده. فراحت الحمام ولقت ان مفيش اي اثار للضرب،
على جسمها، فقالت بكده إن هي مش هتعرف تبلغ عنهم أو تثبت أي عنف ناحيتها. ولما رجعت للحصة اللي بعدها مرحموهاش برضه وضربوها لحد ما نجدها منهم وقت الأكل، فقعدت تاكل بهدوء. لقيتهم برضه مش عايزين يسيبوها في حالها وجولها، وادت لها البنت وقتها حباية مخدر وبتقول لها تبلعها مع الأكل. فساعتها مرضيتش إن هي تبلع الحباية، فساعتها خافت إن هي تضربها وخدت الحباية وحطتها في بقها وقالت لها هعمل معاك اتفاق لو عرفت إن أنا بلعت الحباية ولا لأ. وقالت لها إن هي تخمن هي بلعت الحباية ولا لأ. وقتها خمنت وقالت لها تخمن هي يا ترى بلعت الحباية اللي هي اديتها لها ولا لأ. ولو خمنت صح فحقها إن هي تتنمر عليها عادي، لكن لو خمنت غلط هتسيبها الباقي اليوم في حالها ومش هتيجي ناحيتها ولا تضربها. فالبنت التانية وافقت على طول، ووقتها قالت لها خمنيلي هل أنا بلعتها ولا لأ. فقالت لها بلعتيها، فطلعت الحباية من ايدها وقالت لها ان هي ما بلعتهاش. فاتضايقت التانية قوي ان هي خمنت غلط وان هي هتسيبها في حالها بقية اليوم. فتاني يوم فتحت التسجيل على موبايلها وجاية تدخل الفصل لقت هارن وقتها قالت لها ان هي تستخبى علشان بيدوروا على الفئة اف. وساعتها للأسف بتدخل فبيشوفوا على تليفونها ان هي كانت ناوية تسجل لهم، فساعتها بيتضايقوا وبيضربوها وبيقولها من قوانين اللعبة انه ممنوع حد يقول لحد عن اللعبة بتاعتهم. وبعد كده خلتهم ياخدوها ويعذبوها. والمشكلة مش هنا، المشكلة ان كل ده بيحصل قدام المدرسين عادي وهم مش بيتكلموا. والوحيدة في الفصل ده اللي كانت مش بتتكلم معاها ولا حتى بتأذيها هي هارن. اما البنت التانية فخلت كل الفصل يتنمر عليها ويأذيها ويلمسوها ويتحرشوا بيها. ووقتها قالت لا بقى انا مش هفضل في الهم ده كتير، وقررت ان هي تخرج من الفئة اف بقى وتروح لفئة تانية. وقررت ان اللي هيساعدها في الموضوع ده هي جون. بتفكر تخلص على نفسها وترتاح، بس في اخر لحظة بترجع في قرارها. وفي نفس الوقت كانت سونج فاتحة الابليكيشن تشوف كل واحد في انهي فئة، واستغربت وقتها ان يرين في فئة بي مش ايه. ولكن بعدها دخلت عليهم جون، فقررت ان هي تستغلها وقالت لها شكرا انك ساعدتيني وصوتيلي. ووقتها خدتها جون بره وقالت لها انا مش بلعب اصلا ولا هلعب اللعبة المقرفة دي، وليه بتقولي كده؟ راحت قالت لها ان احنا لازم نساعد بعض عشان نبقى في الفئة. راحت قالت لها ان احنا لازم نساعد بعض عشان نخرج من الفئة اللي احنا فيها الفئة دي كبداية يعني. وده طبعا امل ليهم لان الفئة اف طبعا منبوذة، وفهمتها ازاي هيعملوا كده، وده عن طريق ان هم يصوتوا لبعض، فكل واحدة فيهم هيبقى معاها صوت واحد. وعلشان كمان يضمنوا ان في حد غيرهم هيبقى في الفئة اف، وقالت لها علشان نضمن ان احنا نبقى بره الفئة اف لازم نروح نوقع بين 2 صحاب في الفئة دي، ويا اما هما الاتنين ما يصوتوش لبعض يا اما واحدة تصوت والتانية لا، ويبقوا قلبوا على بعض ويبقوا ضمنوا ان هما يخرجوا بره الفئة اف. والناس اللي في فئة A و B كانوا بيفكروا اصلا في نفس الخطة، وان كده سونج لو نجحت مش هتبقى في الفئة اف تاني. ولكن طمنوا نفسهم شوية ان جون اصلا مش هتوافق تلعب اللعبة دي لانها اصلا مش حباها. وفعلا فاجئتهم وقالت لها لا، لانها مش عايزة حد تاني يتأذي مكانها ولا حد يتعرض لنفس اللي هي بتتعرض له، لان هي شايفة ان هما مش مؤذيين. فسونج وقتها استغربتها جدا، هو انتي عبيطة يا بنتي ولا ايه؟ ما احنا بيتم التنمر علينا ومحدش بيساعدنا. وبقت تحاول ليل مع نهار ان هي تتصاحب مع جون عشان تنفذ خطتها، ولكن جون ما طنشوها على الاخر. فبدأت تفكر هو مين اصلا اللي صمم اللعبة دي، وشكت وقتها في راين عشان شافتها بترسم هرم قبل كده، فراحت وسألتها على طول. ولما سألتها ردت عليها راين وقالت لها لأ، فاستغربت امال مين. وراحت سألتها طب ليه بتلعبي اللعبة؟ انتي واحدة بتتدربي عشان تبقي ايدول مشهورة، سمعتك هتتدمر لو حد عرف الموضوع ده. فوقتها قالت لها إن هي مضطرة تلعب اللعبة دي عشان عندها سر، وراحت سابتها ومشيت. لكن سونج فضلت تفكر في الموضوع أمال مين اللي عمل البرنامج ده. ولكن فجأة زميلتها اللي دايما بتتنمر عليها جت عشان تأكلها دود، ومسكتها وأكلتها الدود. وقتها قالوا لها إيه يعني ده بروتين ده ولا مش بروتين؟ وقتها كانت هتموت من القرف، بس هتعمل إيه غصب عنها مضطرة. وبعدها سمعت بونج بتدندن أغنية كده وافتكرت إنها سمعتها قبل كده من حد، وساعتها لقيتهم بيقولوا لها انها تبطل تقلدها بقى. ففهمت انهم يقصدوا اهم شخصية هنا، وفضلت تعصر دماغها وتفكر سمعت الاغنية دي فين. وفجأة افتكرت لما شافت هارن قدامها داخلة عليها، وبنكتشف هنا ان هارن هي اللي ورا كل ده ومسيطرة على المدرسة بقوة، لدرجة ان هي اللي شافت ملف سونج في الاول وهي لسه بتقدم، وهي اللي اقترحت على المديرة ان هي تنقلها الفصل بتاعهم اصلا اول ما تيجي، فهي اللي مختاراها بنفسها عشان تخليها الضحية الجديدة بتاعتها.
حياتها وتتسلى. وهنا بنفهم إن هي عيلة مفترية ومؤذية والكل بيخاف منها وبيترعب كمان، بس عايشة في دور الملاك البريء، ولكنها علشان لسه بتمثل قصاد سونج إنها كتكوتة وطيبة وهي الملاك البريء يعني، فساعتها بتجري عليها وبتعمل نفسها إن هي قلقانة عليها. فساعتها سونج بتفهم وبتبقى عايزة تشتمها وتولع فيها لأنها بتفهم إن هي ورا كل ده، بس بتختار إن هي أفضل تعمل عبيطة. وعند المدرسين بقى في آخر اجتماع ليهم لقوا مدرسة كده بتقول يعني إن أعوذ بالله أعوذ بالله تقريبا شاكة إن في حالة تنمر في الفصل بتاعها. وهنا بينتهي ملخصنا للحلقة دي، وانتظرونا في الجزء التاني، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، وهتابع رأيكم في الكومنتات.